كل ما اجي دلوقتي اسكرول على اي موقع ماس ميديا ولا حاجه او على الفيس، بلاقي بوستات غريبه بتظهر لي يقول لك لو عايز تتعلم لغه خد عند مركز النور والايمان، خد عند ابله جويلان لتعليم بتنجان، هتعلمك الانجليش في 24 ساعه، هتعلم انجليزي يلا في 24 ساعه. انت متخيل؟ عمري ما شفت اعلانات كده هابطه بالطريقه ديت، هيعلمني انجليش او اي لغه في 24 ساعه، اللي هو ازاي؟ لغه ممارسه مش تعليم. لو عايز تتعلم لغه مارسها. واكبر دليل على كده هتلاقي عمك عبد الرحيم اللي شغال في مثلا في شرم الشيخ او شغال مثلا في الاقصر ولا اسوان، بيعرف يتكلم 4 5 لغات. وانت دلوقتي يلي خريج المدارس والتعليم انترناشونال ولا بتعرف تتكلم حاجه. ازاي واحد بقى ممكن ما بيعرفش يكتب اسمه اساسا، ما دخلش مدرسه، بيعرف يتكلم 4 5 لغات، وانت سيادتك ما بتعرفش تتكلم لغه الانجليزي على بعضه؟ اللي خريج الجامعه دوت ولا خريج جامعه عين شمس ولا الزقازيق ولا حلوان ولا اي جامعه، ما بتعرفش يتكلم اساسا 16 سنه تعليم ولا ما بتعرفش يتكلم لغه على بعضيها. تيجي تنطق كلمه ميه يعني ايه؟ ووتر، هو ده اللي بنعلمه في المدارس، ده اللي احنا بنتعلمه، ميه يعني ووتر. وهي اصلا غلط، ده اكبر غلط تقوله في حياتك. لو قلتها قدام واحد اي اجنبي ولا اي حد هيضحك عليك ويخليك يا لهوي. الانجليش ممارسه، انا اتعلمت انجليش عن طريق الممارسه مع اجانب. يعني قعدت تقريبا سنه او سنه ونص بمارس معاهم، كنت بتكلم تقريبا كل يوم 4 ساعات، وكنت انا شخص متعب فوق ما اتخيل. فاهم يعني؟ كل مثلا واحد يكلمني، كل ما يقول لي كلمه ولا اي سنتنس بيقولها لي، انا بقول له اكتبها لي معلش انا مش فاهم. قلت له I can't understand you can't hear you right. بقعد اقول له كلام زي كده عشان يكتب لي الكلمه، واخد الكلمه احطها على كوبي، احطها على جوجل عشان افهم هو بيقول لي ايه. فاهم يعني؟ انا كنت شخص متعب في الاول، وكان بيقفوا جنبي جدا وبيساعدوني بصدر رحب جدا. فاهمني؟ فمره والثانيه في الثالثه بقت ممارسه بالنسبه لي، بقيت بعرف اتكلم بطلاقه. ما عادش بالنسبه لي اللي هي مشكله اعرف اتكلم، لا اقول كلمه واعطل، هو يعني ايه كذا، لا انا مش فاكر، ادخل على جوه لا في الاول بس ممكن تقعد اكتر 3 4 شهور 5 شهور نفس الصعوبه ديت، وبعد كده الموضوع بقى سهل جدا، ايزي بيزي لايك ليمون سكويزي. فاهم يعني؟ عصير ليمون، عارف يعني تعمل عصير ليمون؟ ليمونه وشويه سكر. هو الانجليش بقى كده دلوقتي، ممكن تتفرج على دلوقتي اي موفيز دلوقتي بقى سهل تفهم اللي هو بيقول ايه، مش شرط تقرا ترانزليت بتاع الفيلم. الموضوع بقى سهل. انت مارس اتعلم، ما تخليش مركز يضحك عليك ولا بيضحك عليك. عايز تتعلم انجليزي، عايز ابنك يتعلم انجليزي او اي لغه يمارسها، مش ياخد كورس او ياخد عند ابله بتنجان لتعليم اللغه الكذا ولا كذا. مفيش اي حاجه من كلام زي كده. اللغه ممارسه، مفيش ابله. انا لما اخدت عند مدرسين عقدوني في الانجليش، بخاصه اول مس خد عندها كانت بتستخدم الكرباج تقريبا. والله العظيم ناس معقده. الانجليش ممارسه، مفيش مدرس هيعلمني الانجليش، مفيش مدرس هيحببني في الحاجه الا لو انا عايز اتعلمها. وانا كنت عايز اتعلمها ليه؟ عشان اتواصل معاهم، عشان بالظبط اتعرف على بنات اجانب. هو ده اللي خلاني اكتر حاجه كان دافع عندي، كان عايز اتكلم مع اجانب.